كم مرة قعدت ساعات طويلة تحضر لفكرة فيديو بس في الآخر بتوصل لحيطة سد أو يجيلك كرياتيف بلوك. وأوقات بنقول هنصور كل حاجة وفي المونتاج الدنيا هتتظبط، وفي الآخر بتقعد قدام تايم لاين عبارة عن فوضى ومش عارف تبدأ منين. وكصناع محتوى في أوقات كتير بنغرق في التفاصيل التقنية، من إضاءة لكاميرات لعدسات، وبيفضل لك التحدي الأكبر وهو إزاي تحكي قصتك. الحل إنك تبني قصتك أو فكرتك في 5 سطور بس: السياق، الهدف، الصراع، النتيجة، التغيير. أول سطر السيت اب. لازم اللي بيتفرج يكون فاهم طبيعة العالم اللي احنا فيه وطبيعة الشخصيات اللي معانا في القصة. تاني حاجة هي الهدف أو الرغبة. هنا بنعرف البطل عايز ايه وايه الهدف اللي بيسعى له، وهنا بالظبط بيبدأ الفضول يشتغل. السطر الثالث وده قلب أي قصة: الصراع. ببساطة كده مفيش قصة من غير صراع، يعني لو البطل بتاعنا وصل للهدف اللي هو عايزه بكل سهولة هتبقى قصة مملة ومحدش هيحب يتفرج عليها. وبعد الصراع لازم يحصل التغيير، دي نقطة التحول اللي بتورينا ان القصة ماشية لقدام. اخر حاجة خالص هي النتيجة، اللحظة اللي كل خيوط القصة بتتربط ببعض وبتدينا احساس ان القصة اكتملت وبتقفل الاحداث بشكل يريحنا. الفكرة هنا ان ال5 سطور دول هم الاساس، بمجرد ما تكتبهم ممكن بعد كده تزود تفاصيل براحتك، هم البوصلة اللي ممكن ترجع لها وسط زحمة التحضير والتصوير والمونتاج.